الحديث أكثر عن حصيلة قطاع الفلاحة في الجزائر لسنة 2016. معنا في الاستوديو السيد عيسى منصور خبير فلاحي، وأيضا معنا في الاستوديو وفية خبابة من القسم الاقتصادي لتشاركنا في هذا النقاش. أهلا بك معنا سيدي، شكرا على قبول الدعوة. مساء الخير. بداية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الجزائر كخبير في قطاع الفلاحة، تقييمكم لهذا القطاع الهام والبارز، خاصة أن الكثير من الخبراء والمختصون قالوا أن القطاع الفلاحي سيكون بديلا للنفط في الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. نبدأ بالجملة الأخيرة اللي قلتيها، يعني خاصة أنه اعتبره الكثيرون أنه شعار قطاع الفلاحة يكون بديل ل نعم هو شعار، ولكن اسكو رانا نخدموا باش نجسدوا هذا الشعار، يعني شعارات دون تطبيق. لا، أنا نظن يعني في موين تيرم ولا كور تيرم، يعني على المدى القصير ما تقدرش الفلاحة باش يعني تكون بديل للمحروقات. يعني من المستحيل، يعني ما نقدرش نضحكوا على لكن احنا نعلم أن الجزائر عندها ثروة كبيرة، لكن لم تستغل كما يلزم فقط. لا هذه وإلا يكون بديل. هي الفلاحة قادرة تكون بديل، ولكن إن استغلت ماهيش بالسياسة، يعني السياسات يعني الماضية كلها لم تأتي يعني بالثمار يعني المرجوة. يعني باش تشوفي انت كي تشوفي باللي يعني الغذاء نتاعنا 80% ولا 70% من الغذاء تاعنا نجيبوه من الخارج. طيب سيد، يعني تقييمكم لحصيلة حصاد القطاع الفلاحي بسنة 2016 بصفة عامة؟ 2016 مازال ما عندناش حتى لي ستاتيستيك، الاحصائيات، خاطر هما على بالك يديروا بلي 6 موا وكذا. دونك الاحصائيات تاع 2016 ما يجوش حتى بالك السداسي الاول تاع 2017. بون نقدر نعطي لك ابوبري الاخر بالنسبه سيتو. بون كان بالنسبه لانتاج الحبوب في 2015 كان اقل من 2016 كان اقل من 2015 ب 11 ولا 10%. انتجنا ما يقارب 33 مليون قنطار. الاخر اسمه الواردات ما عرفتش، يعني ما عرفتش تحسن. بون هي كاين تحسن من القيمه، يعني انخفضت الفاتوره منين، يعني من انخفاض الاسعار العالميه، ولكن في نفس الوقت شفنا ارتفاع في الكميات. يعني ما درنا والو، يعني ما فهمتي اسكو تي ما كومبرون. دونك دي بوين دو في امبورطاسيون ما كان اي تحسن، مام بالنسبه للحليب، يعني بودرة الحليب، خاطرش هذو زوج مواد يعني اللي راهم يستنزفوا يعني الخزينه. يعني طيب سيد عيسى منصور، يعني لعل هناك احداث كثيره ميزت قطاع الفلاحه، ربما على راسها يعني توجه رجال المال والاعمال للاستثمار في القطاع الفلاحي، مما كانت الروس وامريكا هي الاول الذين قدموا الى الجزائر. تعليقكم على هذه النقطه؟ شوفي، التحول اللي عرف، التحول الاول اللي عرف يعني القطاع الفلاحي في هذه السنتين، يعني هو تغيير الوزير. هذا المهم، تغيير الوزير، وبالتالي تغيير السياسه. فهمتي، كاين سياستين مختلفتين تماما. السياسه الحاليه كما راكي تكرمتي وقلتي هي الدخول مع الشراكه مع الاجانب، والمشكل مش الشراكه مع الاجانب، الاشكال هو في انشاء مزارع ضخمه كبيره اللي تفوق ال 10,000 هكتار للمستثمره الواحده. هذا هو الاخر، يعني نمط فلاحي جديد ما عرفناش احنا من قبل. خشينا حنايا الفلاحه تاعنا، يعني التركيبه الفلاحيه نتاعنا الحاليه يعني تمتاز بالفلاحين الصغار، فلاحين يعني اللي يستغلوا يعني مساحات صغيره متوسطه. ما عندناش احنا من قبل يعني هذا المستثمرات الكبيره. يعني هي كانت مستثمرات كبيره بال 10,000 و20,000 هكتار في دول اخرى، وعلى بالك راهم هذوك الدول في نفسهم راهم يتراجعوا على السياسه. حتى نذكر فقط أن الجزائر تمتلك نحو 20 مليون هكتار من السهول و9 ملايين هكتار من فضاءات الصيد البحري، لكن بما أن الزراعه تعتمد فقط على تساقط الامطار هنا يقع الخلل في قطاع الزراعه. شوفي، كي نهضروا على الامطار، حنا رانا نفيزو في الحبوب باش المواد الاخرى راهي تسقى، باغ اكزومبل كيما الخضروات ولا كذا ما تقدرش. حنا
نهضروا على الحبوب، خاطر هما الحبوب هم اللي رانا نجيبوا فيهم من الخارج، يعني اللي ما عندناش فيهم اكتفاء. يعني الخضروات راه عندنا اكتفاء، كاع الخضروات يعني من البطاطا وزيد الطماطم عندنا اكتفاء. المشكل الكبير هو في الحبوب، ايضا الثروه الحيوانيه ايضا. الثروه الحيوانيه وفاش يعني فتعتمد ايضا على اي طبعا الاكل تاعها على بها، السوق مذبذب يعني في هذا الاخر. ولا قلت لك يعني الحبوب اللي رانا نجيبوا يعني من الحبوب، يعني الحبوب ماشي ككل، يعني كالقمح اللي رانا نجيبوا تقريبا 7 ملايين طن سنويا. امتلاك الجزائر لاراضي شاسعه. هي الامتلاك عندنا هنا يوم بعد كما تكرمت الاخت وقالت على ان احنا رانا نعتمدوا على الامطار، ماناش نعتمدوا على السقي. لو كان احنا عندنا شوفي 3 ملايين ونصف هكتار اللي رانا نزرعوها سنويا من القمح من السيريال، ولكن كي رانا يعني نحن نستنى في الامطار يعني ما تقدرش يعني تروح بعيد يعني. طيب الملاحظ او المتتبع للشان الفلاحي يعني لاحظنا خلال الاسابيع الفارطه هناك امطار يعني مقارنه بالعام بالسنه الفارطه. نعم. ان شاء الله تكون السنه جيده ان شاء الله اذا كان تم يعني في الجنوب. في الجنوب الكبير كان هناك تساقط امطار. لا هي بالنسبه كاع للجنوب شوفي ما تقدريش تقارنيه بالشمال. يعني الجنوب ما تتساقط الامطار، بصح السقي لازم يكون سقي يومي. معك عارف ثمك الاخر الحراره شديده يعني صح. مش كيما هنا علاش؟ هنا من طبيعه الارض تكون طينيه ولا كي تساقط الامطار تكون هذاك الليميديتي يعني مام كي ما تساقطش يعني في مده شهر ولا شهرين الارض تكون اوميد يعني تكون ماشي كيما في الصحراء راهي الارض يعني رمليه ما تشدش الامطار. طيب ولهذا عيسى منصور يعني ربما ايضا سنه 2016 تميزت يعني بتسجيل فائض في انتاج البطاطا مما دعانا إلى التصدير، يعني هذه نقطة إيجابية تسجل لصالح القطاع الفلاحي. شوفي في الموسم الفارط انتجنا ما يقارب ب 4.5 مليون طن من البطاطا. بصح كي نهضروا على التصدير رانا صدرنا 2300 طن. شحال؟ 0.3%. يعني من المفروض يعني ما نذكروهاش يعني يعني نسبة قليلة جدا اللي تصدرت. حتى وكي كان يعني انتاج وفير وخاصه في ولايه الواد كان انتاج وفير، ولكن كما كان يعني مسار التصدير عندنا ما كانش الله غالب ما كانش لي مويا. يعني كما لاحظنا الزملاء أعدوا تقرير السنة الماضية وكذا شاهدنا أو نشاهد لو يمكن الآن للمخرج أن يبث لنا تقرير سلاف دعماش الخاص بالحديث عن التصدير هذا الموسم الذي يعتبر خارج أجندة المصدرين، وذلك في ظل فسخهم لعدة عقود رغم تضاعف الطلب على المنتوج الجزائري في السوق الخارجية. كيف لا؟ وشعارات الدعم أو دعم عملية التصدير تسقط في الماء. نتابع مع بعض تقرير لسلاف دعماش. جودة المنتوجات الفلاحية الوطنية مكنتها من حجز مكان لها في السوق الخارجية، وهو ما وقفت عليه عدسة كاميرات تلفزيون النهار الموسم الفلاحي الفارط. اليوم وبعد وعود المسؤولين في كل خرجاتهم بتشجيع التصدير عدنا إلى السيد جمال الذي قام بأولى عمليات التصدير للوقوف على مدى تقدم العملية هذا الموسم. اصطدمنا بأنه فسخ عدة عقود رغم أن الطلب هذا الموسم ازداد أضعافا مضاعفة. هناك عقود على مستوى ولاية الواد فيما يخص غرف التبريد، فيما يخص مركز الفرز والتعليب، لكن كان الوعود على اساس مش يتسلم خلال شهر جوان، ولكن ومن بعد قال لك في اوت وبعد في سبتمبر، واليوم رانا في ديسمبر وما كاين حتى شيء على مستوى الارض الواقع. العام اللي فات كنا نصدروا بالطياره معناها 20 قنطار 30 قنطار، اليوم اصبح عندنا طلبيات بالكونتينر. هذه المشكله وين؟ المشكله انه ما كانش وفره تاع انا السيرفيس. مطار قمار بوادي سوف فتح اعلاميا، ولكن على ارض الواقع شيء اخر. الوعود خاصه مسؤولي ولايه الواد ما لقينا حتى تشجيع،
لأن اليوم احنا كي نشوفوا في الصحافة ولا في التلفزيون باللي مطار قمار هذا مطار شحن، لكن في الواقع ما كانش عملية شحن. احنا طلبنا من المسؤولين على مستوى المطار باش نبدو نشحنوا، ولكن قال لك ما كانش حاجة جديدة في مجرد هيكل. مشاكل بالجملة حالت دون القيام بعمليات التصدير، رغم أن المنتوج الوطني لقي رواجا في الخارج، لكن يبدو أن التصدير خارج أجندة الهيئات المعنية. نعود للضيف عيسى منصور. إذا سيدي، كما تابعنا في التقرير رأينا جودة ونوعية المنتوجات الفلاحية الجزائرية التي تصدر لكل من دول الخليج، إسبانيا وغيرها من الدول، لكن يبقى دائما مشكل النقل، ألا وهو يعني مطار قمار بواد سوف لحد اليوم لا يزال مغلق، وبالتالي هنا يعرقل حركة عملية التصدير، خصوصا وأن دول الخليج العربي وإسبانيا وغيرها من الدول يضاعفون يطلبون الكثير. طلبات. نعم، الطلب مرتفع. هنا شفنا على حسب ما قال هذا المستثمر هذا، هو قال باللي راه يعني وعدوهم باش تكون اون بيست يعني تاع الشحن يعني منذ 6 أشهر ولا 7 أشهر، ولكن الى حد الان ما كانش. هذا يزيد الى حاجه اخرى ثانيك، هما راهم حصلوا حتى في لومبالاج ما كانش. في لومبالاج قداش على بالك اللي يجي من الضفه الاخرى اللي يطلب المنتوج، الامبورتاتور تاع راه عنده دي زيكزيجونس يعني في لومبالاج. حتى لومبالاج حنا ما عندناش حنايا، ما كانش. هما راهم يعني راهم ليفري ا امام، يعني راهم ينتجوا وهكذا برك. حسب ما تابعنا في التقرير انه الفلاحين كما نقولوا احنا بالدارجه مجدين الكميه تاع البطاطا ربما والفلفل والطماطم. نعم، لكن المشكل هنا هو النقل. ضف الى ذلك ايضا مشكله التوزيع والتسويق ايضا. نقص المصانع مش مضبوط. السوق راكي تشوفي الفوضى اللي راهي صايره في السوق. يعني خطرات يعني السعر ينخفض. من عن هذه الفوضى أستاذ؟ من المسؤول عنها؟ المسؤول هي لازم الاداره هي المسؤوله، وزاره التجاره وزاره الفلاحه، هم لازم يضبطوا السوق. ماشي الفلاح ما احنا ما نقدروش نقولوا يضبط السوق، الفلاح ما عندوش اليات. لازم هذو الوزارات يديروا اليات لضبط السوق. راكي تشوفي واش راه صاير، ماشي غير في يعني في البطاطا، ولا شوفي اللحوم البيضاء واش راه صاير فيها. يعني شوفي انت ارتفاع 100% في مده شهر، يعني هذا شيء غير معقول هذا. طيب سيدة، ارتفاع اسعار المنتوجات الفلاحيه على ماذا يعود؟ شوفي احنا هنا ما تقدريش هي المتعارف عليه يعني في الاقتصاد، يعني يقول لك السعر يعني يتبدل على حسب العرض والطلب. نعم. بصح احنا عندنا ما كان ماهيش هذه. دونك تشوفي هنايا لو كان يتساقطوا الامطار يومين متتاليين تروحي للسوق تلقي كلش مضاعف. علاش؟ كي يعني تسقسي يعني هكذا، علاش؟ يقول لك يعني ما نقدروش ندخلوا باش نحو. اسكو يعني يقول لك الارض راهي دايره ما نقدروش. اسكو هذه يعني هذه شوفي شو يقولوا لي زوبسارفاتور يعني ايكونوميك لو بليز افيرتي ما يقدرش يشرح واش راه صاير. اللحوم البيضاء كيفاش انت الدجاج لحم يعني يكون 200 دينار ولا 210 دينار في مده شهر ولا شهر ونص يتضاعف 100%. يعني هذا شيء غير معقول، ما تقدرش تشرحيه، يعني ما كانش، ما عندوش آلية اقتصاديه. بالنسبه للمنتوجات الفلاحيه الذي تقوم الجزائر بتصديرها، لماذا اسعارها دائما مرتفعه بالنسبه للمواطن الجزائري؟ واش صدرنا احنا كما مثلا البطاطا انا قلت لك احنا العام اللي فات صدرنا 0.3% من المنتوج، يعني ماهيش حاجه نقدروا نهضروا عليه. 2300 طن. نعم، ما مش كميه اللي نهضروا عليها يعني. ما شوفي، ولكن كما راه قال هذا السيد هذا، الا كان هما عندهم يعني دي كونطرا مع دي زيترونجي وما يقدرش هو يوفي بهذاك الالتزامات تاعو، راح السوق هذاك راح يعني يخسروا، راح يخسر السوق هذاك مع الوقت. لكن هما شاك ما يبعثش طلبيه في وقتها يعني. طيب سيد، كآخر سؤال وباختصار، يعني الكثير يرى بأن قروض أنساج قضت على خدمة الأرض. ممكن يكون عندها دور، ممكن، لان الشاب يعني كي يروح هو يتوجه لحاجه سهله، علاش يروح الفلاحه لكن يدي القروض، يروح يتوجه يعني للاخر سهل. يعني ممكن تكون عندها الدور. انا ما نقدرش نعطي لك يعني جواب يعني شافي وكافي يعني، ولكن ممكن تكون من بين الاسباب التي قضت على التنميه الفلاحيه في الجزائر. عيسى منصور الخبير الفلاحي، شكرا لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات.